السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. جبت لكم اليوم واحد الوصفة زوينة بزاف بالنسبة للبشرة. كتصفي لنا البشرة، كتحيد منها الآثار ديال الحبوب والآثار ديال التصبغات، كتحيد منها الكلف، كتعطينا واحد الملمس زوين بزاف للبشرة ديالنا، وكيولي فيها واحد البريق غزال. جربوها، ديروا هاد الكريمه اللي غتبقى عندكم ما ديريها لا في الثلاجه لا فوالو، غتبقى عندك حتى مده 10 ايام. الا كانت اكثر من 10 ايام غادا ديريها في الثلاجه، وانا عارفه بان ما غاداش ديريها في الثلاجه لانها غتسالي لكم بسرعه. المفعول ديالها اللي غيبان لكم زوين زوين بزاف في اي منطقه درتيها في الجسم، خصوصا البشره ديال الوجه. المكون الاول ديال هاد الكريم اللي غادي نصايب معكم هو القهوه سريعه الذوبان. قهوه سريعه الذوبان كاينه في كل منزل، حتى لا ما كانتش تقدري تخرجي للحانوت تشري غير واحد الساشيه غادي تكفى لك لهاد الكريمه اللي غادي ديري للبشره ديالك. هنا غادي نديرو هذه سريعه الذوبان لانها فاش كنخلطوها ما تيبقاوش فيها حبيبات، كتعطينا واحد الملمس زوين بزاف، يعني ما فيهاش الحبيبات اللي غادي يخدشوا لينا البشره ديالنا. هنا درت واحد الملعقه اللي درتها كطحن، وغادي نطحنوها مزيان 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 مزيان، حتى في حالة ما الا الماكينه ديالك ما طحنتهاش ليك غادا تطحني واحد الكميه اكثر من ملعقه وتغربليها باش تبقى لك واحد الملعقه. هانتوما انا كنوريكم الملمس ديالها كي داير. علاش؟ لانها ما غاداش تذوب لنا في هاد الاضافات اللي غادي نزيدو. ما غاديش نزيدو الماء، ما غاديش نضيفو الحليب السائل، اذا ما غاداش تذوب الا ما طحناهاش مزيان. وهنا غادي ندير المكون اللي هو مبيض زوين للبشره، كيعطينا حتى هو واحد الملمس زوين، وكيف كيدير لنا التفاعل ديال هاد المكونات اللي غادي نديرو. كنعرفوا الا غير الحليب شدينا، مثلا بغينا نديرو غير واحد البريوش ودرنا الخميره وبغينا باش يخمر بسرعه كنضيفوا الحليب سواء السائل ولا غبره. اذا راه حتى هنا باش كتفاعل الخميره بسرعه، حتى هنا اي حاجه ضفناها الا ضفنا ليها الحليب راه كيكون التفاعل ديال دوك المكونات بسرعه. ونضيف المكون الثالث اللي هو غني عن التعريف اللي هو النشا. انا كنعطيكم مكونات امي مطون، كنبغيوكم تقتنعوا بهاد المكونات الدور ديالهم. هاد النشا جربوا الا خديتوا غير شويه د النشا ولا خديتوا واحد البطاطا وحكيتيها وخليتيها في واحد الكاسرونه، كيفاش كترجعي كتصيبيها بيضه. الا كانت عندك غير واحد الطبعه ديال الحرقه شدي واحد شويه د البطاطا لان فيها النشا وحكيها على ديك الحرقه دائما 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 كتحيد داك الاطراس. وهنا المكون الرائع اللي ما كيبغيوش بزاف ديال البنات، تقدروا الا ما بغيتوش ديروا واحد الملعقه هكذا ولا هاد الكونتيتي ديال العصير ديال الليمون الحامض، ديروه ديال العصير ديال الطماطم اللي هي مطيشه، عصروها وصفيوها. اما الحامض اش كيدير؟ علاش ما كيبغيوش الناس؟ كيقول لك كيدير لي حساسيه. لا، راه ما كيديرش حساسيه، هو افيكاس بالنسبه للتقشير. فاش كديري البشره ديالك بسرعه كيقشر عليك، كتسحبي ديك القشر اللي كيحيد راه هي الحساسيه. وهنا غادي نضيف اي كريم مرطب، الكريمات اللي عاديين يعني رخاص. علاش هاد الكريم اولا هاد نيفيا في حد ذاته انا كيعجبني لان كيصفي ليا البشره ديالي، الملمس ديالو زوين كيعطي واحد الريحه زوينه. والغول ديال هاد اي كريم مرطب انا كنوريكم هذا، يعني اي كريم مرطب هو ان كيخلي هاد الوصفه كتدخل في البشره. هذا هو لو غول ديالو، لو غول الكبير، الدور الكبير ديالو هو كيخلي اي حاجه درتيها كتدخلنا في البشره، ما كتبقاش غير في السطح ديال البشره، وكيعطينا واحد النتيجه زوينه بزاف. غير مكونات ساهلين بلا ما تبقاو تسائلوا، ديروا هاد الوصفه. وامتى غادي تسائلي وامتى غتقدري ما تبقيش تسائلي؟ فاش غادا ديريها وغتعطيك واحد النتيجه جد 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 رائعه. انا راني مجرباها، كنديرها هكذا عندي في المنزل وكنخليها كتقادى بسرعه. مع انا وبنتي بسرعه كتقادى، ما كنديرها لا في الثلاجه لا في والو. دير غير هاد الكميه راه بسرعه غتقاديها، لان غتصيبي النتيجه ديالها زوينه بزاف على البشره ديال وجهك اللي درتيها. وما تنسيش العنق ديالك، لانه غادي يولي واحد الفرق شاسع ما بين اللون ديال العنق ديالك وديال الوجه ديالك. وفاش غادا ديريها غتعطيك واحد النتيجه زوينه، وغادا تمشي ديريها ليديك ورجليك ولا ركابك ولا لاي بلاصه، لانها كتطلع لنا رخيصه وعندها فعاليه كبيره كبيره بزاف.
مثلا نتوما غير في هذه العطله ديال الصيف بغيتو تمشيو للبحر ولا تسافري ولا هذه، ديريها واحد السيمانه قبل وشوفي لا ديفيرونس اللي غادي يكون ما بين قبل ما ديريها ومن بعد ما درتيها. راه اللي شافتك في البنات غتقول لك قولي لي اش من كريمه شريتي وبشحال شريتيها، وهي راه غير هاد المكونات اللي هما يقدروا يكونوا في كل منزل. تقدر نيفيا بوحدها تكون اللي ما تكونش، ولكن غتعوضيها باي كريم يكون مرطب عندك. صافي غادي ناخذ هاد المكونات كاملين، شوفوا الملمس ديالهم شحال زوين والرائحه رائعه، خصوصا الا كانت شي وحده بحالي اللي عزيز عليها انها تشرب القهوه سواء هذه سواء المغليه يوميا باش كيتقاد ليا لا طونسيون. اذا راه حتى نتوما غادي تعجبكم الريحه ديال هذا الكريم وغادي ديروها. ما تخافوش ان فيه ريحه الحلبه ولا شي ريحه اللي كاريه هكذا، المهم الريحه زوينه ديريها بحال كريم لوجهك في الليل والصباح تغسليها، ما غادي ديرونجي لا انت لا الليل ناعس معك في لا شومبر لا والو. وصفه زوينه بزاف كيف ما قلت لكم، ديروها لوجهكم، ديروها للركابي، ديروها للمرافق، ديروها حتى رجليك في الاصابع اللي عندهم الاصابع ديالهم ولا الرجلين من التحت عندهم سمرين، ربما كيعريهم ما كيلبسوا الصنادل وداكشي كيعريهم تيوليو لهم مسمرين. غسلي مزيان، ولكن راه ديك الغسلي ديال الكوماج. الا ما كنتيش غاسله وعارفه راسك متوسخه، دير واحد الكوماج بداك البقايا ديال القهوه اللي كنتبخو، ديك البقايا اللي كتبقى زيدي فيها شويه زيت الزيتون ولا اي زيت كيعجبك انت. انا كندير غير زيت الزيتون، غير الحاجه اللي رخيصه، ولا دير اي زيت حتى ما عندكش ديري حتى زيت المائده. مهم وقومي مزيان، قومي الوجه ديالك حتى هو بالقهوه بالغاس ديال القهوه بالزيت، قومي يديك رجليك اي بلاصه، ومن الاحسن كاع تدخلي ديري شي دوش يكون زين وتحكي مزيان وتشلي، وفاش تخرجي وتنشفي ديري هاد الكريم ديري لوكور ديالك كامل. كما قلت لكم ريحته زوينه، ما غاديش تضر باش تغسليه ديك الساعه وتخليه من الليل حتى الغد ولا 4 السوايع. المهم ما تخرجيش به للشمس. ومن بعد كنعرفوا دابا البنات الصغار كبار عيالات ورجاله كلشي كيدير ليكرون. ماشي السبب هو هذا، لا، السبب اننا في هذه الفتره كيسخن الحال. الا ما درتيش ليكرون البشره ديالك اللي كتكون عريانه، البشره ديال وجهك ولا يديك ولا راه كتشد الشمس، وفاش كتشمش فاش كتشد علينا الشمس ساهله باش تشد، يعني تخرجي 1 2 سوايع 3 سوايع غتشد فيك الشمس، ولكن الا بغات تحيديها راه خاصك سيمانه وكثر. اذا هادو من بين النصائح اللي كنعطي. دائما بغينا نخرجوا للشمس ولو تكون الشمس مخبيه، نديروا ليكرون ونديروا هاد الكريمه ونصفيو البشره ديالنا، نصفيو الوجه ديالنا ايدياتنا. ونضيف لكم حاجه اخرى، هاد الكريمه ديروها حتى في يعني في المناطق المخبيه، يعني الاماكن المخبيه تحت لسان ديالك ولا في اي بلاصه مخبيه وعندك سمره اللون ديالها اسمر، ديريها راه غادي ترجع ديك البلاصه زوينه وصافيه وريحتها كيف ما قلت لكم ما كديرونجيش، وملسه ديك البلاصه تولي ملسه. نتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وترجعوا لي في التعاليق تقولوا لي واش عجبتكم وكيف كانت النتيجه ديالها. وإلا عجبتكم ديروا لي لايك، كتبوا لي واحد الكومونتير ولو غير كلمه واحده باش يبان هذا الفيديو اكثر. وغنقول لكم البنات اللي قالوا لي راه ما بقاوش يبانوا الفيديوهات ديالي ليهم يديزابوناو ويعقبوا تابوناو، لحقاش راني قطعت مده طويله ما كنديرش فيديوهات. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله.